شايفه الويك والاورد سيريموني والزحمه وكل ده احنا بنعمله عشان بدور عليكم. فتحت اول شركه ليا اسمها منتال فليم في 2004. فتحت مكتب تاني لمنتال فليم في دبي، وابتدى شغلنا هناك يبقى مينلي فوكست على الايفنتس والاكزيبيشنز، فخدنا اكسبيرينس كويس قوي. وبعدين عملنا مهديز جروب. مهديز جروب هي دلوقتي هي الشركه الامبريلا اللي تحتها مجموعه شركات كلها في الكريتيف اندستري، وانضم لهم بعد كده الكايرو ديزاين اووردز، وريسنتلي بقى في الديزاين ويك. الديزاين ويك ده هو حدث في توريزم، في سيلينج، انتر اكشن بين الديزاينرز وبعض، وكولابوريشنز مهمه ما بتحصلش باي طريقه غير في الكيوريشن اللي من النوع ده. احنا كان معانا حوالي 12 مكان، حصل شورت ليست للاماكن اللي فعلا هنقدر ننفذ فيها البروجكت ده. وفي الاخر استقرينا على ان مدينه غرناطه اللي هي كانت تعتبر التراك الخيل ايام الملك فاروق. بعدين قصر البارون ده كان اراوند ذا ويك، بقى كان في اكزيبيشن سبيسز، كان في مجموعه عارضين للهاي اند برودكت ديزاين اللي بيحصل في مصر او حتى من بره مصر. ما كناش متوقعين خالص حجم الترافيك اللي كان بيحصل في الفاشن زحمه، وفي الكان بيلدينج زحمه، وفي الموفيولا زحمه، وفي كل مكان كانت الدنيا زحمه. فما كناش متوقعين الفيدباك ده والترافيك ده. السنه دي اتاثرت قوي في كايرو ديزاين اوورد. البروجكت اللي اتقدم في الفاشن اللي خد الجولدن اوورد اسمه تيتا شيك، من كتر ما هو فيري اوريجينال ومصري قوي. انا قابلت البنت الوينر، انا كنت بدور عليها، قلت لها مبروك. شايفه الويك والاورد سيريموني والزحمه وكل ده احنا بنعمله عشان بدور عليكم، فلما بنلاقيكم بنحس ان احنا عملنا حاجه مفيده. كانت هتعيط تقريبا. ردود الافعال والكواليتيز الشغل اللي كانت فيه وشكل الفينيوز كانت عامله ازاي، حط علينا مسؤوليه كبيره قوي ان السنه الجايه لازم يبقى حاجه اكبر بكتير. انا اتمنى ان هو in 5 years يبقى على الانترناشونال كالندر بتاعه الديزاينرز اللي في العالم كله، سبيشال ان احنا عندنا الناس اللي تقدر تعمل ده، وعندنا الاجواء اللي تسمح بان ده يحصل.